كتاب من كليات رسائل النور، رسالة الاجتهاد في العصر الحديث، لبديع الزمان سعيد النورسي، ترجمة إحسان قاسم الصالحي. الكلمة 27، رسالة الاجتهاد. قبل حوالي 5 سنوات وأكثر كتبت بحثا حول الاجتهاد في رسالة بالعربية استجابة لرغبة أخوين عزيزين. كتبت هذه الكلمة إرشادا لمن لا يعرف حده في هذه المسألة ليدرك ما يجب أن يقف عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إن باب الاجتهاد مفتوح، إلا أن هناك 6 موانع في هذا الزمان وتحول دون الدخول فيه. أولها كما تسد المنافذ حتى الصغيرة منها عند اشتداد العواصف في الشتاء، ولا يستوصب فتح أبواب جديدة، كما لا تفتح الثغور لترميم الجدران وتعمير السدود عند اكتساح السيول، لأنه يقضي إلى الغرق والهلاك، وكذلك إلى الجناية في حق الإسلام. وفتح أبواب جديدة في قصره المنيف وشق ثغرات في جدرانه مما يمهد والسبل للمتسللين المخربين باسم الاجتهاد، لا سيما في زمن المنكرات ووقت هجوم العادات الأجنبية واستيلائها، وأثناء كثرة البدع وتزاحم الضلالات ودمارها. ثانيها، إن الضروريات الدينية التي لا مجال فيها للاجتهاد لقطعيتها وثبوتها، التي هي من حكم القوت والغذاء، قد أهملت في العصر الحاضر وأخذت بالتصدع، فالواجب يحتم صرف الجهود وبذل الهمم جميعا، لا حياء هذه الضروريات إقامتها، حيث أن الجوانب النظرية للإسلام قد استنثرت بأفكار السلف الصالحين وتوسعت باجتهاداتهم الخالصة حتى لم تعد تضيق بالعصور جميعا. لذا فإن ترك تلك الاجتهادات الزكية وانصراف عنها إلى اجتهادات جديدة اتباع للهوى، إنما هي خيانة مبتدعة. ثالثها، مثلما يروج لمتاع في السوق حسب المواسم ويرغب فيه، كذلك أسواق الحياة الاجتماعية والمعارض الحضارية البشرية في العالم، فترى متاعا يرغب فيه في عصر فيكون له رواجا، فتوجه إليه الأنظار وتجذب نحوه الأفكار فتحوم حوله الرغبات. فمثلا إن المتاع الذي تلفت إليه الأنظار في عصرنا الحاضر ويرغب فيه هو الانشغال بالأمور السياسية وأحداثها، وتأمين الراحة في الحياة الدنيا وحصر الهم بها، ونشر الأفكار المادية وترويجها، بينما نرى أن السلعة الغالية النفيسة والبضاعة الرائجة المقبولة في عصر السلف الصالح أكثر ما يرغب فيه في سوق زمانهم هو إرضاء رب السماوات والأرض ووقوفا عند حدوده واستنباطا لأوامره ونواهيه من كلامه الجليل، والسعي لنيل وسائل الوصول إلى السعادة الخالدة التي فتح أبوابها إلى الأبد القرآن الكريم ونور النبوة الساطع. فكانت الأذهان والقلوب والأرواح كلها متوجهة في ذلك العصر، بل قواها إلى معرفة مرضاة الله سبحانه وتعالى وإدراك مرامي كلامه، حتى باتت وجهة حياتهم وأحوالهم المختلفة وروابطهم فيما بينهم وحوادثهم والأحاديثهم مقبلة كلها إلى مرضاة رب السماوات والأراضين
لذا ففي مثل هذه الحياة التي تجري بشتى جوانبها وفق مرضاته رب العالمين سبحانه، تصبح الحوادث بالنسبة لصاحب الاستعداد والقابليات الفطرية دروسا وعبرا له من حيث لا يشعر، وكأن قلبه وفطرته يتلقيان دروسا وإرشادات في كل ما حوله، ويستفيدان في كل حادثة وظرف وطور، وكأن كل شيء يقوم بدور المعلم والمرشد، يعلم فطرته ويلقنها ويرشدها ويهيئها للاجتهاد حتى يكاد زيت ذكائه يضيء ولو لم تمسسه نار لاكتساب. فإذا ما شرع الشخص المستعد في مثل هذا المجتمع بالاجتهاد في أوانه، فإن استعداده ينال سرا من أسرار نور على نور، ويصبح في أقرب وقت وأسرعه مجتهدا. بينما في العصر الحاضر فإن تحكم الحضارة الأوروبية وتسلط الفلاسفة المادية وأفكارها وتعقد متطلبات الحياة اليومية كلها تؤدي إلى تشتت الأفكار وحيرة القلوب وتبعثر الهمم وتفتن الاهتمامات، حتى واضحت الأمور المعنوية غريبة في الأذهان أو غريبة على الأذهان. لذا لو أن وجد الآن من هو بذكاء سفيان بن عيينة الذي حفظ القرآن الكريم وجالس العلماء وهو لا يزال في 4 من عمره، ولا أحتاج إلى 10 أمثال من احتياجه لابن عيينة ليبلغ درجة الاجتهاد، أي أنه لو كان في تيسير لسفيان بن عيينة الاجتهاد في 10 سنوات، فإن الذي في زماننا هذا قد يحصل عليه في 100 سنة. ذلك لأن مبدأ تعلم سفيان الفطري للاجتهاد يبدأ من سن التمييز، ويتهيأ استعداده تدريجا كاستعداد الكبريت إلى النار. أما نظيره في وقت الحاضر فقد غرق فكره في مستنقع الفلسفة المادية، وسرح عقله في أحداث السياسية، وحار قلبه أمام متطلبات الحياة المعايشة، وابتعدت استعداداته وقابليته عن الاجتهاد، فلا جرم قد ابتعد استعداده عن القدرة على الاجتهادات الشرعية بمقدار تفننه في العلوم الأرضية الحاضرة، وقصر على نيل درجة الاجتهاد بمقدار تبحره في العلوم الأرضية. لذا لا يمكنه أن يقول لم لا أستطيع أن أبلغ درجة سفيان بن عيينة وأنا مثله في الذكاء. نعم، لا يحق له هذا القول، كما أنه لا يلحق به ولن يبلغ شأنه أبدا. رابعها، إن ميل الجسم إلى التوسع لأجل النمو إن كان داخليا فهو دليل التكامل، بينما إن كان في الخارج فهو سبب تمزق الغلاف والجلد، أي أنه سبب الهدم والتخريب لا النمو والتوسع. وهكذا فإن وجوده إرادة الاجتهاد والرغبة في التوسع في الدين عند الذين يدورون في فلك الإسلام ويأتون إليه من باب التقوى والورع الكاملين عن طريق الامتثال بالضروريات الدينية، فهو دليل للكمال والتكامل وخير شاهد على السلف الصالح إما التطلع إلى الاجتهاد والرغبة في التوسع في الدين، وإن كان نشأنا لدى الذين تركوا الضروريات الدينية واستحبوا الحياة الدنيا وتلوثوا بالفلسفة المادية،
فهو وسيلة إلى تخريب الوجوه والوجود الإسلامي وحل ريقة الإسلام من الأعناق. خامسها في 3 نقاط تدعو إلى التأمل والنظر وتجعل الاجتهادات هذا العصر أرضية وتسلب منها روحها السماوية، بينما الشريعة السماوية والاجتهادات بدورها السماوية لا ظهارها لإظهارها وخفايا أحكامها. والنقاط هي كالآتي: أولا، إن علة كل حكم تختلف عن حكمته، فالحكمة والمصلحة سبب الترجيح ليس مناط لوجود ولا مدار لإيجاد، بينما العلة في مدار ووجود الحكم. ولنوضح هذا بمثال: تقصر الصلاة في السفر فتصلى ركعتين، فعليه هذه الرخصة الشرعية للسفر. أما حكمتها فهي المشقة، فإذا وجد السفر ولم تكن هناك مشقة فالصلاة تقصر، لأن العلة قائمة وهي السفر، في حين إن لم يكن هناك سفر كانت هناك أضعاف المشقة، فلن تكون تلك المشقات علة القصر. خلافا لهذا، الحقيقة يتوجه نظرا للاجتهاد في هذا العصر إلى إقامة المصلحة والحكمة بدل العلة في ضوئها ويصدر حكمه. فلا شك أن الاجتهاد كهذا أرضي وليس بسماوي. ثانيا، إن نظر هذا العصر متوجها أولا بالذات إلى تأمين سعادة الدنيا وتوجه الأحكام نحوها، والحال إن قصد الشريعة متوجه أولا بالذات إلى السعادة الآخرة، وبنظر إلى سعادة الدنيا بالدرجة الثانية، ويتخذها وسيلة الحياة. والأخرى أي أن وجهة هذا العصر غريبة عن روح الشريعة ومقاصدها، فلا تستطيع أن تجتهد باسم الشريعة. ثالثا، إن القاعدة الشرعية الضرورات تبيح المحظورات ليست كلية، لأن الضرورات إن كانت ناشئة عن طريق الحرام لا تكون سببا لإباحة الحرام، وإلا فالضرورة التي نشأت عن سوء اختيار الفرد أو عن وسائل غير مشروعة ولن تكون حجة ولا سببا لإباحة المحظورات وإمدارا لأحكام الرخص. فمثلا لو أسكر أحدا نفسه بسوء اختياره فتصرفاته لدى العلماء الشرع حجة عليه، أي لا يعذر. وإن طلق زوجته فطلاقه واقع، وإن ارتكب جريمة يعاقب عليها. ولكن إن كانت من دون اختيار منه فلا يقع طلاقه ولا يعاقب على ما جنى. فليس لمدمن خمر مثلا أن يقول إنها ضرورة لي، فهي إذن حلال لي حتى ولو كان مبتلى بها إلى حد الضرورة بالنسبة إليه. فالانطلاق من هذا المفهوم فإن هناك كثير من الأمور في الوقت الحاضر ابتلي بها الناس وباتت ضرورية بالنسبة لهم حتى وأخذت أشكال البلوى العامة، فهذه التي تسمى ضرورة لن تكون حجة لأحكام الرخص ولا تباح لأجلها المحظورات، لأنها نجمت عن سوء اختيار الفرد ومن رغبات غير مشروعة ومن معاملات محرمة. وحيث أن أهل الاجتهاد هذا الزمن قد جعلوا تلك الضرورات في مدار للأحكام الشرعية، لذا أصبحت اجتهاداتهم أرضية تابعة للهوى مشوهة بالفلسفة المادية، فهي إذن ليست سماوية ولا يصح تسميتها اجتهادات شرعية قطعا. ذلك لأن أي تصرف في أحكام خالق السماوات والأرض أي تدخل من عباده دون ما رخصة أو إذن معنوي فهو مردود،
ولنضرب لذلك مثال، يستحسن بعض الغافلين إلقاء خطبة الجمعة وأمثالها في الشعائر الإسلامية باللغة المحلية، ولكل قوم دون اللغة العربية يبررون استحسانهم هذه بالسببين: الأول ليتمكن عوام الإسلام من فهم الأحاديث السياسية مع أنها قد دخلها من الأكاذيب والدسائس والخدع ما جعلها في حكم وسوسة الشياطين، وبينما المنبر مقام يبلغ الوحي الإلهي وهو أرفع وأجل من أن ترتقي إليه الوسوسة الشيطانية. الثاني الخطبة هي لفهم ما يرشد إليه بعض السور القرآنية من نصائح. نعم، لو كان معظم المسلمين يطبقون المسلمات الشرعية والأحكام المعلومة من الدين بالضرورة ويتمثلونها فلربما كان يستحسن عند ذلك إيراد الخطبة باللغة المعروفة لديهم، ولا كانت ترجمة سور من القرآن لها مبرر وإن كانت الترجمة ممكنة، وذلك ليفهموا النظريات الشرعية والمسائل الدقيقة والنصائح الخفية. أما وقد أهملت في زماننا هذه الأحكام الواضحة المعلومة كوجوب الصلاة والزكاة والصيام وحرمة القتل والزنا والخمر، وأن عوام المسلمين ليسوا بحاجة إلى دروس في معرفة هذا الوجوب تلك الحرمة بقدر ما هم بحاجة إلى امتثال بتلك الأحكام واتباعها في حياتهم، ولن يتم ذلك إلا بتذكيرهم وحثهم على العمل وشحذ الهمم وإثارة غيرة الإسلام في عروقهم وتحريك شعور الإيمان لديهم كي ينهضوا بامتثال تلك الأحكام المطهرة واتباعها. فالمسلم العامي مهما بلغ جهله يدرك هذا المعنى الإجمالي من القرآن الكريم ومن الخطبة العربية، ويعلم أن في قرارة نفسه بأن الخطيب أو القارئ القرآن الكريم يذكره ويذكر الآخرين به معه بأركان الإيمان وأسس الإسلام التي هي معلومة من الدين بالضرورة، وعندها يفعم قلبه بالأشواق التي إلى تطبيق تلك الأحكام. ليت شعري أن أي تعبير في الكون كله يمكنه أن يقف على قدميه وحيال الإعجاز الرائع في القرآن الكريم الموصول بالعرش العظيم، أي ترغيب وترهيب وبيان وتذكير، ويمكن أن يكون أفضل منه. سادسها إن قرب عهد المجتهدين العظام من السلف الصالحين لعصر الصحابة الكرام الذي هو عصر الحقيقة وعصر النور، يسر لهم أن يأخذوا النور الصافي من اقتراب مصادره فيتمكنوا من القيام باجتهاداتهم الخالصة، في حين أن مجتهدي العصر الحديث ينظرون إلى كتاب الحقيقة من مسافة بعيدة جدا من وراء كثير جدا من الأستار والحجب حتى ليصعب عليهم رؤية أوضح حرف فيه. فإن قلت أن مدار الاجتهادات ومصدر الأحكام الشرعية هو عدالة الصحابة وصدقهم، حتى اتفقت الأمة على أنهم عدول صادقون وعلى أنهم بشر مثلنا لا يخلو أحد منهم من الخطأ. الجواب: إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قد رواد الحق وعشاقه، وهم تواقون إلى الصدق والعدل، ولقد تبين في عصرهم قبح الكذب ومساويه وجمال الصدق ومحاسنه بوضوح تام، بحيث أصبح البون شاسعا، أي البعد الشاسع بين الصدق والكذب، كالبعد بين الثريا والثرى وبين العرش والفرش. وإذ يوضح ذلك الفارق الكبير بين رسول الله الأعظم صلى الله عليه وسلم
الواقف على قمة درجة الصدق وفي أعلى عليين، وبين مسيلمة الكذاب الذي كان في أسفل سافلين في أوطأ دركات الكذب. فالذي أوهى بمسيلمة إلى تلك الدرجات الهابطة الدنيئة هو الكذب، والذي رفع محمد الأمين صلى الله عليه وسلم إلى تلك الدرجات الرفيعة هو الصدق والاستقامة. لذا فالصحابة الكرام رضوان الله عليهم الذين كانوا يملكون الهمم العالية والخلق الرفيع واستناروا بنور صحبة شمس النبوة، لا ريب أنهم يترفعوا عن الكذب الممقوت والقبيح الموجود في بضاعة مسيلمة الكذاب ونجاساتها والموجبة للذلة والهوان كما هو ثابت، وتجنبوا الكذب كتجنبهم الكفر الذي في صنوه، وسعوا سعيا حثيثا في طلب الصدق والاستقامة والحق، وتحروه بكل ما أوتوا من قوة وعزم، فشغفوا به، ولا سيما في رواية الأحكام الشرعية وتبليغها تلك الأحكام المتسمية بالحسن والجمال القيمة بالمباهاة والفخر، التي هي وسيلة للعروج والصعدا إلى الرقي والكمال والموصولة، والسبب بعظمة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تنورت بنور شعاعه الحياة البشرية. أما الآن فقد ضاقت المسافة بين الصدق والكذب، وقصرت حتى صار المتقاربين بل متكافئين، وبات الانتقال من الصدق إلى الكذب سهلا وهينا جدا، بل عدا الكذب يفضل على الصدق في الدعابات السياسية، فإن كان أجمل شيء يباع مع أقبحه في حانوت واحد حينما وجنبا إلى جنب بالثمن نفسه، فلا ينبغي على مشتري اللؤلؤ الصادق الغالي أن يعتمد على كلام صاحب الحانوت ومعرفته دون فحص وتمحيص. الخاتمة: تبدل الشرائع تبديل العصور، وقد تأتي شرائع مختلفة ويرسل رسل كرام في عصر واحد، وحسب الأقوام فقد حدث هذا فعلا. أما بعد ختم النبوة وبعث خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام، فلم تعد هناك حاجة إلى الشريعة أخرى، لأن شريعته العظمى كافية وافية لكل قوم في كل عصر. أما جزئيات الأحكام غير المنصوص عليها التي تقتضي التبديل تبعا للظروف، فإن اجتهادات الفقهاء المذاهب كفيلة بالمعالجة والتبديل، فكما تبدل الملابس باختلاف المواسم، وتغير الأدوية حسب حاجة المرضى، كذلك تبدل الشرائع حسب العصور، وتدور الأحكام وفق استعدادات الأمم الفطرية، لأن الأحكام الشرعية والفرعية تتبع أحوال البشرية وتأتي منسجمة معها وتصبح دواء لدائها. ففي زمن الأنبياء السابقين عليهم السلام كانت الطبقات البشرية متباعدة مع بعضها البعض، مع ما فيهم من جفاء وشدة في سجايا، فكانوا أقرب ما يكون في البداوة في الأفكار التي أتيت الشرائع في تلك الأزمنة متباينة مختلفة في مواقفها لأحوالهم وانسجامهم مع أوضاعهم، حتى لقد أتى الأنبياء متعددون بشرائع مختلفة في منطقة واحدة في عصر واحد، ولكن بمجيء خاتم النبيين هو نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم تكاملت البشرية، وكأنها ترقت من مرحلة الدراسة الابتدائية فالثانوية إلى مرحلة الدراسة العالية.
وأصبحت أهلا لأن تتلقى درسا واحدا وتنصب إلى معلم واحد وتعمل بشريعة واحدة. فزعمهم كثرة الاختلافات لم تعد هناك حاجة إلى شرائع عدة ولا ضرورة إلى معلمين عديدين، ولكن لعجز البشرية من أن تصل جميعا إلى مستوى واحد وعدم تمكنها من السير في نمط واحد في حياتها الاجتماعية، فقد تعددت المذاهب الفقهية في الفروع. فلو تمكنت البشرية بالأكثرية المطلقة أن تحيا حياة اجتماعية واحدة وأصبحت في مستوى واحد، فحينئذ يمكن أن تتوحد المذاهب. ولكن مثلما لا تسمح الأحوال العالم وطبائع الناس لبلوغ تلك الحاجة، فإن المذاهب كذلك لا تكون واحدة. فإن قلت أن الحق واحد، فكيف يمكن أن تكون الأحكام مختلفة للمذاهب الأربعة والإثنى عشر حقا؟ والجواب: يأخذ الماء أحكاما 5 مختلفة حسب أذواق المرضى المختلفة وحالتهم، فهو دواء للمريض وعلى حسب مزاجه أن يتناوله، واجب عليه ليطيب، وقد يسبب ضررا للمريض إذا آخر، فهو كالسم له أن يحرم عليه طبيا، فقد يولد ضررا أقل لمرض آخر، فهو إذن مكروه له طبيا، وقد يكون نافعا لآخر دون أن يضره، فيسن لكل طبيب قد لا يضطر لآخر ولا ينفعه، فهو له مباح طبيا فليهنأ بشربه. فترى من الأمثلة السابقة أن الحق قد تعدد هنا، فالأقسام 5 كلها حق، فهي لك أن تقول في الماء علاج ولغير أو واجب ولغيرك واجب، فحسب ليس له حكم آخر. وهكذا بمثل ما سبق تتغير الأحكام الإلهية بسوق من الحكمة الإلهية وحسب التابعين لها، فهي تبذل حقا وتبقى حقا، ويكون كل حكم منها حقا ويصبح مصلحة. فمثلا تجد أن أكثرية الذين يتبعون الإمام الشافعي رضي الله عنهم هم أقرب إلى الأحناف من البداوة وحياة الريف، وتلك الحياة القاصرة عن الحياة الاجتماعية توجد الجماعة، فيرغب كل فرد في بث ما يجده في نفسه إلى قاضي الحاجات بكل اطمئنان وحضور قلب، ويطلب حاجته الخاصة بنفسه، فيلتجئ إليه فيقرأ سورة الفاتحة بنفسه رغم أنه تابع للإمام. وهذا هو عين الحق وحكمة محضة في الوقت نفسه. أما الذين يتبعون الإمام الأعظم أي حنيفة النعمان رضي الله عنه، فهم بأكثريتهم مطلقة أقرب إلى الحضارة وحياة المدن المأهولة والمؤهلة للحياة الاجتماعية، ذلك بحكم التزام أغلب الحكومات الإسلامية بهذا المذهب، فصارت الجماعة الواحدة في الصلاة كأنها فرد واحد، وأصبح الفرد الواحد يتكلم باسم الجميع، حيث أن الجميع يصدقونه ويرتبطون به قلبا، فإن قوله يكون في حكم قول الجميع، فعدم قراءة الفرد وراء الإمام بالفاتحة هو عين الحق وذات الحكمة. ومثلا لما كانت الشريعة تضع حواجزا لتحول دون تجاوز الطبائع البشرية وحدودها، فتقومها بها وتؤديها وتربي النفس الأمارة بالسوء، فلا بد أن ينتقض الوضوء بمس المرأة، ويضطر قليلا من
النجاسة حسب المذهب الشافعي الذي أكثر اتباعه من أهل القرى وأنصاف البدو المنهكين بالعمل. أما حسب المذهب الحنفي الذي دخل أتباعه بأكثريتهم المطلقة الحياة الاجتماعية واتخذوا طور الأنصاف والمتحضرين، فلا ينتقض الوضوء بمس المرأة ويسمح بقدر درهم من النجاسة. ولننظر الآن إلى عامل وإلى موظف. فالعامل بحكم معيشته في القرية معرض إلى الاختلاط والالتماس بالنساء الأجنبيات والجلوس معا حول موقد واحد والولوج في أماكن ملوثة، فهو مبتلى بكل ما يحكم مهنية ومعيشة، وقد تجد نفسه الأمارة بالسوء مجالا أمامها ليتجاوز حدودها. ولذا تلقي الشريعة في روع هذا الصدى سماويا فيتمتع تلك التجاوزات بأمرها له، لا تمس ما ينقض الوضوء فتبطل صلاتك. وأما ذلك الموظف فهو حسب عاداته الاجتماعية لا يتعرض للاختلاط بالنساء والأجنبيات بشرط أن يكون نبيلا ولا يلوث نفسه كثيرا بالنجاسات أخذا بالأسباب النظافة المدنية. لذلك لم تشدد الشريعة، بل أظهرت له جانب الرخصة دون العزيمة باسم المذهب الحنفي، وخففت عنه قائلة: إذا مست يدك امرأة أجنبية فلا ينتقض وضوءك ولا ضرر عليك إن لم تستنجي بالماء حياء من الحاضرين، فهناك سماح بقدر درهم من النجاسة فتستخلصه بهذه من الوساوسه وتنجيه من التردد. فهاتان قطرتان من البحر نسوقهما مثلا، قس عليهما إذا استطعت أن تزن موازين الشريعة بميزان شعراني على هذا المنوال فافعل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على من تمثل فيه أنوار محبتك لجمال صفاتك وأسمائك بكونه مرآة جامعة لتجليات أسمائك الحسنى، ومن من تمركز في شعاعات محبتك لصنعتك في مصنوعاتك بكونه أكمل وأبدع مصنوعاتك وصيرورته أنموذجا كمالات صنعتك وفهرسة محاسن نقوشك من تظاهر فيه لطائف محبتك وعنايتك ورغبتك واستحسانك وصنعتك بكونه أعلى دلال محاسن صنعتك وأرفع المستحسنين صوتا في إعلان حسن نقوشك وإبداعهم، ونعتا لكمالات صنعتك من تجمع فيه أقسام محبتك واستحسانك لمحاسن الأخلاق ومخلوقات ولطائف وأوصاف ومصنوعاتك بكونه جامعا لمحاسن الأخلاق وكافة بإحسانك ولطائف الأوصاف قاطبة بفضلك، ومن صار مصدقا صادقا مقياسا فائقا لجميع ما ذكرت في فرقانك، إنك تحبهم من المحسنين والصابرين والمؤمنين والمتقين والتوابين والأوابين وجميع الأصناف الذين أحببتهم وشرفتهم محبتك في فرقانك، حتى صار إمام الحبيبين
لك وسيد المحبوبين لك ورئيس أودائك على آله وأصحابه وأخوانه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ذيل رسالة الاجتهاد يخص الصحابة باسمه سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الفتح 29. تسأل يا أخي أن هناك روايات تفيد أن عند انتشار البدع يمكن أن يبلغ المؤمنين الصادقين درجة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ربما يسبقونهم، فهل هذه الروايات صحيحة؟ إن كانت كذلك فما حقيقتها؟ الجواب: إن إجماع أهل السنة والجماعة له حجة قاطعة بأن الصحابة الكرام هم أفضل البشر بعد الأنبياء عليهم السلام، فالصحيح في تلك الروايات يخص فضائل الجزئية وليس الفضائل الكلية. إن قد يتأرجح المتأرجح على الراجح من الفضائل الجزئية في كمال خاص معين، وإلا فلا يبلغ أحد من حيث الفضائل الكلية منزلة الصحابة الكرام الذين أثنى الله عليهم سبحانه وتعالى في قرآنه المبين ووصفهم في التوراة والإنجيل كما هو في ختام سورة الفتح. وسنبين 3 من الحكم المنطوية على أسباب 3 من بين الكثير من الأسباب والحكم. الحكمة الأولى: إن الصحبة النبوية إكسير عظيم لها من التأثير الخارق، ما يجعل الذين يتشرفون بهذه الصحبة لدقيقة واحدة ينالون من أنوار الحقيقة ما لا يناله من يصرف سنين من عمره في السير والسلوك، وذلك لأنها في الصحبة النبوية الشريفة انصباغ بصبغة الحقيقة وانعكاس لأنوارها، إذ يستطيع المرء بانعكاس ذلك النور الأعظم أن يرقى إلى مراتب سامية ودرجات رفيعة، وأن يحظى بالتبعية والانتساب بأرفع المقامات مثله. في هذا مثل الخادم السلطان الذي يستطيع أن يصل إلى مواقع رفيعة لا يقدر على بلوغها قواد السلطان وأمراؤه. وفي هذا السر نرى أنه لا يستطيع أن يرقى أعظم ولي من أولياء الله الصالحين إلى مرتبة الصحابة الكرام أو صحابيا كريما للرسول صلى الله عليه وسلم الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، بل حتى ولو تشرف أولياء صالحون مرارا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحوة كجلال الدين السيوطي مثلا، أو أكرموا بلقائه يقظة في هذا العالم، فلا يبلغون أيضا درجة الصحابة، لأن الصحابة الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم كانت بنور النبوة، إذ كانوا يصطحبونه في حالة كونه نبيا رسولا. وأما أولياء الصالحون فإنهم رؤيتهم له إنما هي صلى الله عليه وسلم إنها هي بعد وفاته، أي بعد انقطاع الوحي، فهي صحبة بنور الولاية، أي أن تتمثل الرسول صلى الله عليه وسلم في وظهوره لنظرهم إنما هو من حيث الولاية الأحمدية وليس باعتبار النبوة. ما دام الأمر هكذا فلا بد أن تتفاوت الصحبتان بمقدار سمو درجة النبوة وعلوها على مرتبة الولاية.
لكي يتوضح ما للصحبة النبوية من تأثير خارق ونور عظيم، يكفي ملاحظة ما يأتي: بينما أعرابي غليظ القلب يئد بنته بيده إذ به يكسب خلال حضور مجلس النبي صلى الله عليه وسلم من صحبته ساعة من الزمان رقة قلب وسعة صدر وشفافية روح، ما يجعله يتحاشى قتل نملة صغيرة، وآخر يجهل شرائع الحضارات وعلومها ويحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيصبح معلما لأرقى الأمم متحضرة كالهند والصين، ويحكم بينهم بالقسطاس المستقيم، ويغدو لهم مثلا أعلى وقدوة طيبة. السبب الثاني: لقد أثبتنا في رسالة الاجتهاد أن الصحابة الكرام هم في قمة الكمال الإنساني، حيث أن التحول العظيم الذي أحدثه الإسلام في المجرى الحياتية في ذلك الوقت، سواء في المجتمع أو في الفرد أو في أبرز جمال الخير والحق، وأظهر نصاعتهما الباهرة وكشف عن خبث الشر والباطل بين سماحتهما وقبحهما حتى انجلى كل من الحق والباطل والصدق والكذب بوضوح تام، يكاد المرء يلمسه لمس اليد، وانفرجت المسافة بين الخير والشر وبين الصدق والكذب، وما بين الإيمان والكفر، بل ما بين الجنة والنار. لذا فالصحابة الكرام رضوان الله عليهم الذين وهبوا فطرا سليمة ومشاعر سامية هم تواقون لمعالي الأمور ومحاسن الأخلاق، وشدوا أنظارهم إلى الذي تسنم قمة أعلى علي والكمال والداعي إلى الخير والصدق والحق، بل هو المثال الأكمل والنموذج الأتم، ذلكم الرسول الكريم حبيب رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. فبذلوا كل ما وهبوا لله سبحانه وتعالى من قوة وانضواء تحت لوائه بمقتضى سجيتهم الظاهرة وجبيلتهم النقية، ولم يرى منهم أي ميل كان إلى أباطيل مسيلمة الكذاب الذي هو مثال الكذب والشر الباطل والخرافات. ولتوضيح الأمر نسوق هذا المثال: تعرض أحيانا في سوق الخضارة أو الحضارة البشرية معرض الحياة الاجتماعية وأشياء لها في آثار السيئة المرعبة والنتائج الشريرة الخبيثة ما للسم الزعاف للمجتمع، فكل من كانت له فطرة سليمة ينفر منها بشدة ويتجنبها ولا يقربها. وتعرض كذلك أشياء أخرى وأمتعة معنوية في سوق نفسها لها من النتائج الطيبة والآثار الحسنة ما يستقطب الأنظار إليها، وكأنها الدواء الناجع للأمراض والمجتمع. لذا يسعى نحوها المفطورون على الخير والصلاح. وهكذا ففي عصر النبوة السعيدة خير القرون على الإطلاق عرضت في سوق حياة الاجتماعية أمورا، فبديهي أن يسعى الصحابة الكرام نحو الصدق والخير والحق لما يملكون من فطرة صافية وسجايا سامية، وبديهي كذلك أن ينفروا ويتجنبوا كل ما له نتائج وخيمة وشقاء في الدنيا والآخرة كالكذب والشر والكفر، فالتقوا حول راية الرسول صلى الله عليه وسلم الكريم وتجنبوا مهازل مسيلمة الكذاب الذي يمثل الكذب والشر والباطل.
ويبدو أن الأمور تغيرت تدريجيا بمرور الزمن، فلم تبقى على حالها كما هي في القرون الخير الأولى، فتقلصت المسافة بين الكذب والصدق رويدا كلما اقتربنا من عصورنا الحاضرة، حتى أصبحا مترادفين متكافئين في العصر الحاضر، فصار الصدق والكذب يعرضان معا في معرض واحد، ويصدر أن معا من مصدر واحد، ففسدت الأخلاق الاجتماعية واختلت موازينها، وزادت الدعايات السياسية إخفاء قبح الكذب المرعب وستر جمال الصدق الباهر. فهل يقوى أحد على الجرأة في عصر كهذا ويدعي أن أستطيع أن أدنو إلى مرتبة أولئك الكرام العظام الذين بلغوا من اليقين والتقوى والعدالة والصدق بذل النفس والنفيس في سبيل الحق ما لم يبلغه أحد، فضلا على أن يسبقهم؟ سأورد حالة مرت علي توضيحا جانبا في هذه المسألة. لقد خطر على قلبي ذلك يوم سؤال: لما لا يبلغ الأشخاص أمثال محي الدين بن عربي مرتبة الصحابة الكرام؟ ثم لاحظت أن أثناء قولي في سجود في صلاة سبحان ربي الأعلى إذ شيئان من الحقائق الجلية لمعاني هذه الكلمة الطيبة قد انكشف لي، ولا أقول كلها بل انكشف شيء منها، فقلت في قلبي: ليتني أحظى بصلاة كاملة تنكشف لي من معانيها ما انكشف من معاني هذه الكلمة المباركة، فهي خير من عبادة سنة كاملة من النوافل. ثم أدركت عقب الصلاة أن تلك الخاطرة، تلك الحال، كانت جوابا على سؤالي وإرشادا على استحالة إدراك أحد من الناس درجة الصحابة الكرام في العبادة، وذلك أن التغيير الاجتماعي العظيم الذي أحدثه القرآن الكريم بأنواره الساطعة، وقد ميز الضداد بعض الأشخاص على آخر، فالشرور بجميع توابعها وظلماتها أصبحت في مجابهة الخير والكمالات في جميع أنوارها ونتائجها. ففي هذه الحالة المحفزة للانطلاق بوازع الخير والشر من عقالها، ونبهت لدى أهل الخير بوازعة، فعذا في كل ذكر وتسبيح وتحميد يفيد لديهم معانيه كاملة ويعبر عنها تعبيرا نديا نضرا، فارتشفت مشاعرهم مرهفة ولطائفها الظاهرة، بل حتى خيالهم وسرهم رحيق المعاني السامية العديدة لتلك الأذكار ارتشافا صافيا يقظا حسب أذواقهم الرفيعة. وبناء على هذه الحكمة فإن الصحابة الكرام الذين كانوا يملكون مشاعر حساسة ومرهفة وحواس منتبهة ولطائف يقظة، عندما يذكرون تلك الكلمات المباركة الجامعة والأنوار وإيمان وتسبيح وتحميد، يشعرون بجميع معانيها ويأخذون حظهم منها بجميع لطائفهم الزكية. يبدو أن الأمور لم تبقى على ذلك الوضع الندي والطراوة والجدة، فتبدلت وتدرجت تدريجيا بمرور الزمن، حتى غطت لطائف في نوم عميق، وغفلت المشاعر والحواس، وانصرفت عن الحقائق، ففقدت الأجيال اللاحقة شيئا فشيئا قدرتهم على تذوق طراوة تلك الكلمات الطيبة والتلذذ بطعومها وتذوقها، فغدت لديهم كالثمار الفاقدة لطراوتها ونضارتها، حتى لكأنها جفت ويبست ولم تعد تحمل لهم
إلا نزارا يسيرا من طراوة، ولا تستخلص إلا بعد أعمال الذهن والتفكير العميق وبذل الجهد وصرف الطاقة. لذا فالصحابي الجليل الذي ينال مقاما وفضيلة في 40 دقيقة لا ينالها غيره إلا في 40 يوما، بل في 40 سنة، وذلك بفضل الصحبة والنبوية الشريفة. السبب الثالث: لقد أثبتنا في كل هذه الكلمات الثانية عشر والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين أن نسبة النبوة إلى الولاية كنسبة الشمس المشهودة بذاتها وصورتها المثالية الظاهرة إلى المراية. لذا فإن سمو منزلة العاملين في دائرة النبوة وهم الصحابة الكرام الذين كانوا أقرب النجوم إلى تلك الشمس الساطعة وعلوا مرتبتهم على الأولياء الصالحين هي بنسبة سمو دائرة النبوة وعلوها عن دائرة الولاية، بل حتى ولو كسب أحد الأولياء مرتبة الولاية الكبرى وهي مرتبة ورثة الأنبياء الصديقين وولاية الصحابة، فإن لا يبلغ مقام أولئك الصفوة المتقدمين في الصف الأول رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وسنبين 3 أوجه فقط من بين الوجوه العديدة لهذا السبب الثالث. الوجه الأول: لا يمكن اللحاق بالصحابة الكرام في الاجتهاد، أي في الاستنباط والأحكام، أي إدراك مرضات الله سبحانه وتعالى من خلال كلامه، لأن محور ذلك الانقلاب الإلهي العظيم الذي حدث في ذلك الوقت كان يدور على مرضات الرب ومن خلال فهم أحكامه الإلهية. فالأذهان كلها كانت مفتوحة متوجهة إلى الاستنباط الأحكام، والقلوب كلها كانت متلهفة إلى معرفة ماذا يريد منا ربنا. فالمحادثات والمحاورات كانت تتضمن هذه المعاني، والظروف والأحداث تجري في ضوئها، حيث أن كل شيء في ذلك الوقت كان حالة من كل محاورة ومجالسة ومحادثة وحكاية تجري بما يرشد إلى تلك المعاني ويدل عليها. لذا كانت تلك الظروف تكمل قابليات الصحابة الكرام وتنور أفكارهم وتهيئ استعداداتهم لقدح زيادة الاجتهاد واستنباط الأحكام، إذ كانوا يكسبون من الملكة على الاستنباط والاجتهاد في يوم واحد أو في شهر واحد ما لا يمكن أو يكمن أن يحصل عليه في هذا الوقت من هو في مستوى ذكائهم واستعدادهم في 10 سنوات، بل هو في 100 سنة، لأن أنظار في الوقت الحاضر متوجهة إلى إلى نيل حياة دنيوية رغيدة دون سعادة أخروية أبدية وحياة النعيم المقيم فيها، فالأنظار مصروفة عنها. ففهوم العيش التي تتضاعف بعدم التوكل على الله تلقي بثقلها على روح الإنسان وتجعلها في اضطراب وقلق، والفلسفة المادية والطبيعية تكل العقل وتعمي البصيرة، فترى المحيط الاجتماعي الحاضر مثلما لا يمد الذهن ذلك الشخص الذكي ولا يؤزره استعدادات فطرية نحو الاجتهاد، فضلا على أنه يشتبه ويرهقه أكثر. ولقد عقدنا موازنة بين رسالة الاجتهاد وبين سفيان بن عيينة من هو في مستوى ذكائه في هذا العصر، وخلصنا إلى موازنة في أن ما حصل عليه سفيان بن عيينة في عصره من قدرة على الاستنباط في 10 سنوات لا يمكن أن يحصل عليه في مستوى ذكائه في هذا العصر ولو في 100 سنة.
الوجه الثاني: لا يمكن اللحاق بالصحابة الكرام في قربهم من الله، ويخطئ الولاية ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى هو أقرب إلينا من حبل الوريد، وأما نحن فبعيدون عنه بعدا مطلقا، والإنسان يمكنه أن ينال القرب منه بصورتين آتيتين. الصورة الأولى من حيث انكشاف أقربيته سبحانه وتعالى للعبد، فقرب النبوة إليه تعالى هو من هذا الانكشاف، والصحابة الكرام من حيث أنهم ورثة النبوة والصحبة النبوية يحظون بها بالانكشاف. والصورة الثانية من حيث بعدنا عنه سبحانه وتعالى في التشرف بشيء من قربه سبحانه وتعالى، بكون قطع المراتب إليه أغلب طرق الولاية، وما فيها من سير وسلوك تجري على هذه الصورة، سواء منها السير الأنفسي أو الآفاقي. فالصورة الأولى التي في انكشاف أقربية الله سبحانه وتعالى، أي قربه سبحانه وتعالى من العبد هيئة محضة منه تعالى، وليس كسبا فقط، بل هو انجذاب إلهي وجذب رحماني، محبوبية خالصة. فالطريق قصير إلا أنه ثابت رصين، هو عال رفيع سام جدا وخالص وطاهر، لا ظل فيه ولا كدر. فأما الصورة الأخرى فإن التقرب إلى الله فهي كسبية طويلة فيها شوائب وظلال، رغم أن خوارقها كثيرة، فإنها لا تبلغ الصورة الأولى من حيث الأهمية والقرب منها تعالى. ولنوضح ذلك بمثال لأجل وأدرك الأمس في هذا اليوم هناك طريقتين: الأول الانسلاخ من واقع الزمن وجريانه بقوة قدسية، والعروج إلى ما فوق الزمان ورؤية الأمس حاضرا كاليوم. وأما الثاني فهو قطع مسافة سنة كاملة لملاقاة أمس من جديد، ومع ذلك لا يمكن أن تمسك به، لأنه يدعك ويمضي. وهكذا الأمر في النفوذ من الظاهر إلى الحقيقة، فإنه بصورتين: الأولى الانجذاب إلى الحقيقة مباشرة، ووجدان الحقيقة في عين الظاهر المشاهد من دون الدخول إلى برزخ الطريقة. والثاني قطع مراتب كثيرة بالسرير والسلوك. فأهل الولاية رغم أنهم يوقفون إلى فناء النفس والأمارة بالسوء ويقتلونها، فإنهم لا يبلغون مرتبة الصحابة الكرام، لأن نفوس الصحابة كانت مزكاة مطهرة، فنالوا كثيرا من الأنواع من العبادات وضروبا مختلفة من ألوان الشكر والحمد بأجهزة النفس العديدة، بينما عبادة الأولياء بعد فناء النفس تصبح بسيرة سهلة. الوجه الثالث: لا يمكن إدراك الصحابة الكرام في فضائل الأعمال وثواب الأفعال وجزاء الآخرة، لأن الجندي المرابط للساعة في زمن من ظروف صعبة تحيطه في موقع مهم مخيف يكسب فضيلة وثوابا ويقابل سنة من العبادة، إذ أصيب بطلقة واحدة في دقيقة واحدة، فإنه يسمو إلى مرتبة لا يمكن بلوغها من مراتب الولاية إلا في 40 يوما على أقل تقدير. كذلك الأمر في جهاد الصحابة الكرام عند إرساء دعائم الإسلام ونشر الأحكام القرآن وإعلانهم الحرب على العالم أجمع باسم الإسلام، فهو مرتبة عظيمة وخدمة جليلة لا ترقى سنة كاملة من العمل لدى غيرهم إلى دقيقة واحدة من عملهم، بل
بل يصح أن يقال إن دقائق عمر الصحابة الكرام جميعهم في تلك الخدمة المقدسة إنما هي بمثل دقيقة التي استشهد فيها الجندي، إن ساعات عمرهم كلها هي بمثل الساعات لذلك الجندي الفدائي المرابط في موقع خطر مرعب، فالعمل قليل إلا أن الأجر عظيم والثواب جزيل والأهمية جليلة. نعم، إن الصحابة الكرام إنما يمثلون لبنة الأولى في تأسيس صرح الإسلام، وهم الصف الأول في نشر أنوار القرآن، فلهم إذ قسط وافر في جمع الحسنات الأمة حسب قاعدة السبب كالفاعل، فالأمة الإسلامية في أثناء ترديدها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم إنما تبين ما لآل والصحب الكرام من حظ وافر من حسنات الأمة جميعا. ولكي نوضح ما يترتب على نتائج عظيمة على هذا الأثر الضئيل من البداية نسوق الأمثلة الآتية خاصية صغيرة مهمة في جذر البيانات، ونأخذ صورة عظيمة من أعضائها، فتلك الخاصية في الجذر إذ هي أعظم من أعظم غصن وارتفاع ضئيل في بداية، فتكون تدريجيا عظيمة في النهاية، إذ زيادة طفيفة في نقطة المركز ولو بمقدار أنملة تكون أحيانا بمقدار متر كامل في دائرة المحيطة. وهكذا ففلان من الصحابة الكرام هو مؤسسو الإسلام وجذور شجرة الإسلام المنيرة وبداية خطوط الأساسية لبناء الإسلام وركيزة المجتمع الإسلامي وأئمة وأقرب الناس إلى شمس النبوة وسراج الحقيقة، فعمل قليل منهم هو عظيم جليل، وخدمة ضئيلة يقدمونها هي جسيمة كثيرة كبيرة، فلا يمكن اللحاق بها وإدراكهم إلا أن يكون المرء صحابيا مثلهم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي قال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سؤال: يقال أن الصحابة الكرام قد رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم عيانا ثم آمنوا به وصدقوه، أما نحن فقد آمنا به من دون أن نراه، فإيماننا إذن أقوى من إيمانهم، فضلا على أن هناك روايات تؤيد ما نذهب إليه. الجواب: إن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قد وقفوا أمام جميع التيارات الفكرية في العالم أجمع التي كانت تعادي حقائق الإسلام وتصدوا لها، فآمنوا إيمانا راسخا صادقا خالصا، مع أنهم لم يروا من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بعد إلا ظاهرة صورته الإنسانية، بل آمنوا به أحيانا من دون أن يروا منه معجزة، وأصبح إيمانهم من الرسوخ والمتانة ما لا تزعزعه جميع تلك الأفكار العامة المناهضة للإسلام، بل لم تؤثر ولو شبهة أو وسوسة. أما أنتم ولو مع أنكم لم تروا صورته الظاهرة والشخصية والبشرية التي هي بمثابة نواة شجرة طوبى النبوية، فإن أفكارها وأفكار عالم الإسلام تشد من إيمانكم وتمده وتعززه، فضلا عن أنكم ترون بعين العقل الشخصية رسول صلى الله عليه وسلم الكريم المعنوية المنورة بأنوار الإسلام وحقائق القرآن، تلك الشخصية المهيبة بألف من المعجزات الثابتة، فيوازن إيمانكم هذا بإيمانهم العظيم، فأين إيمانكم الذي يهوى في شراك الشبهات بمجرد كلام يطلقه فيلسوف مادي أو أوروبي في إيمانهم الذي كان كالطود الشامخ لا يتزعزع
أمام الأعاصير التي يثيرها جميع أهل الكفر والإلحاد واليهود والنصارى والحكماء. فيا أيها المدعي، أين إيمانك الواهي الذي لا يقوى على أداء الفرائض على وجهها من صلابة وقوة إيمانهم عظيم وتقواهم وصلاحهم الذي بلغ مرتبة الإحسان؟ أما ما ورد من حديث الشريف بمعنى أن الذين لم يروني وآمنوا بي هم أفضل منكم، فهو يخص فضائل خاصة، وهو يحق بحق بعض الأشخاص، بينما بحثنا هذا هو فضائل الكلية ما يعود على الأكثرية المطلقة. السؤال الثاني: يقولون أن الأولياء الصالحين وأصحاب الكمال قد تركوا الدنيا وعافوا ما فيها بمضمون ما ورد من الحديث الشريف: حب الدنيا رأس كل خطيئة، بينما الصحابة الكرام قد أخذوا بأمور الدنيا وأقبلوا عليها ولم يدعوها، بل قد سبق قسم منهم أهل الحضارة التي أخذهم بمتطلبات الدنيا. فكيف نقول أو كيف تقول إن أصغر صحابي من الأمثال هؤلاء هو كأعظم ولي من أولياء الله الصالحين؟ والجواب: لقد أثبتنا إثباتا قاطعا في المواقف الثاني والثالث في الكلمة 32 أن للدنيا 3 وجوه، فأبداء محبة إلى وجهي الدنيا المتطلعين إلى أسماء الحسنى والآخرة ليس نقصا في العبودية، بل هو مناط كمال الإنسان وسمو إيمانه، بل إذ كلما جهد الإنسان إلى محبته لدينك الوجهين كسب مزيدا من العبادة.